الوصفة دي خطيرة، تمشي معاكي فطار غدا عشاء، مش هتقولك لا. بجد الوقت اللي انا كنت محتارة فيه ومش عارفة اعمل ايه، لقيت عندي عيش فينو، قلت يلا، سواء بقى عيش فينو فريش او بايت كمان، هتمشي الدنيا معاكي وهتبقى زي الفل، وطعمها بجد خطير. يلا اعملي لايك وشير واعملي سيف للوصفة عشان اكيد هتحتاجيها. بصوا الحلاوة، طعمها حلو جدا وبجد مختلفة عن العادي. بصوا، جميلة. يلا بينا يا ست الكل هنحضرها سوا. انا جبت عيش فينو وقطعته بالشكل ده ورصيته في الصينية، وجبت اي حاجة وابتديت ان انا اعمل له فتحة كده غويطة من النص، وكله بنفس الشكل. بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي، جبت قطع صغيرة جدا جدا من الزبدة، وابتديت ان انا اوزعها جوه كل قطعة من العيش الفينو. هنجيب بقى البيض، انا جبت 4 حبات بيض، ورشة من الملح ورشة من الفلفل، وبعدين هنزل عليهم معلقه كبيره من القشطه ومعلقه كبيره من الزبادي. قلبي قلبي مع بعضه. شويه بقى من الفلفل المفروم، عندك احمر اخضر اصفر، وشويه من البصل المفروم. لو عندك هنا بسطرمه او اي مثلا سوسيس، قطعيه وحطيه هيبقى تحفه قوي. وبعدين شويه من الجبن الموتزاريلا او الميكس، وانزلي بيهم بالخلطه دي على وش العيش الفينو من فوق كده. ابتدي وزعي بالشكل ده، امليه كله ودخلي جوه، اتاكدي ان الحشوه دي دخلت جوه قطع العيش الفينو. وخطتين كده دخلي الفرن بقى، تاخد بس ايه، تتحرمش كده من تحت، وبعدين افتحي عليها الشوايه ورشه من البقدونس. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.